عيب، ده احنا تلزقنا قوي على عهد الاخوان. بقى يطلع وزير قطر يقول لك انا مش هدي مصر حاجه، عنك ما اديت يا اخي. احنا مش شحاتين، شحتونا واهنتونا ومصر مليانه خير. يا سم، طب انت شفت دي؟ الله، دي تقيله قوي. دي البطانيه، ده مطار القاهره. البطاطين وصلت يا رجاله. اصحى، وصل. اخيرا بعد عناء شديد. طن ملابس جديده غير اطنان ملابس قديمه. اقول لك، قول لي. هدول مساكين سيادتك. يلا طلع وزع، فرقوا مالك، فرقوا. هتحط في البنك المركزي عندنا 2 مليار دولار وديعة. موقع اخوان اونلاين احتفى جدا بالخبر وقال ان الوديعة هدفها دعم الاقتصاد المصري. ايوه يا عم اخوان اونلاين، دعم الاقتصاد المصري، لكن بايه؟ بدعم الاقتصاد المصري بايه يا اخي؟ يا راجل، فرحة بين اطفال الاقصر بعد استلامهم كسوة دولة الامارات. واصبحنا بلد بتشحت من طوب الارض، نشتغل بالاتاوه لصالح ليبيا، ونشحت من القطريين، ونتسول من الاتراك، ونعتبر الاسرائيليين اصدقاء ونتمنى لهم الرخاء. روح يا شيخ وتعالى بسرعه. موقف الامارات مع مصر، نشيل جزام رجاله الامارات كلها على دماغنا من فوق. ابعتوا لنا حاجه بقى، ساعدوا لنا القناه ولا بتاع بقى، ما نفحه يا امارات، نفحه كده ولا حاجه. عز يقول لهم نفحه، ما فيش ابعتوا لنا اي حاجه ان شاء الله، حتى تبعتوا لنا كيس فيه بلح، مفيش اي مشكله. كل سنه وانتم طيبين. كل الشكر والتقدير لكل من مد يده لنا، الاشقاء في المملكه العربيه السعوديه. وبيقولوا لي دلوقتي ان جالنا من المملكه العربيه السعوديه والرقم مليون. قول رقم، سمعني رقم يا اخي، سمعني رقم عشان اخد السبحه وامشي. او دوله الامارات. بتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، تطلق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حملة مصر في قلوبنا لجمع تبرعات لصالح الأشقاء في مصر. للتبرع أرسل كلمة مصر أو إيجيبت على الأرقام التالية. دولة الكويت الشقيقة، احنا مصدر لرأس المال، أموال قاعد نصدرها، استثمارات ضخمة في جنوب شرق آسيا وفي فيتنام وفي أمريكا وفي أوروبا، ونعطي دول 3 مليار و4 مليار و5 مليار، وهذا آخر واحد عدلي طرطور جاي هني ويبي 4 مليار وممول انقلابات دموية. كل الشكر والتقدير لمن ساهم ومد يد العون إلى مصر. فلوسك يا بيه، انا مش شحات يا ابني، كلنا بنشحت من بعض، هي ماشيه غير بالشحاته. احنا عايزين نعرف بس لحد متى هتفضل تخلي الشعب المصري شحات؟ كفايه الشعب يموت من الفقر، حتى اللقمه هتحرموها مني، من الناس اللي فرطوا، ومنكم لله يا اللي اديتوا السيسي تفويض، يا ما هتشوفوا تاني يا ولدي. هنا الصعيد الفقر ركبها خلاص.